هو إيه ده؟ طب سيبكم من دي، طب إيه ده؟ أنا طول عمري باسمع المصطلح أقول تمثيل، لكن الحقيقة أول مرّة أشوفه بصراحة، فيعني إبداع يا فنانة والله. مسلسل عتاولة بصراحة حواراته كترت، يعني المسلسل ده لو هاتعامل معاه إن هو مسلسل دراما، لازم أتعامل معاه إن هو مسلسل هندي. لو اتعاملت بالمصطلح ده أنا فكده أنا متقبّله، يعني لا قصة ولا تمثيل ولا سيناريو ولا حبكة، بصراحة كل الحاجات فيه عيوب الدنيا كلّها. المسلسل بصراحة ما فيش منطق للأحداث ولا أي حاجة، هي بس اجتهادات من باسم سمرة فقط لا غير، يعني واردم على كده بقى يا باشا. تعالوا قولوا لي بقى إيه مشاهد الرقص اللي في المسلسل ده؟ إحنا مش في شهر رمضان والّا إيه؟ يعني الرقابة فين؟ يعني الرقابة حرفيًا في ذمة الله مش موجودة. يعني لو فكّرت إن أنت تتفرّج على المسلسل ده وأنت صايم، فأنت كده يا باشا بتضحّي باليوم بتاعك، يعني مشاهد كتير فيها رقص وما يصحّش أصلًا إن هي تتعرض في شهر رمضان، والمسلسل بصراحة هو مسلسل حرفيًا لازم تتعامل معاه إن هو مسلسل هندي، فما فيش يا باشا أي حاجة، المسلسل زيرو أصلًا كل حاجة. تعالوا بقى نروح لمُخرج الروائع الأستاذ محمد سامي والتحفة الفنية مسلسل إيش إيش. هو يعني كل المواضيع اللي في الدنيا خلصت عشان نجيب موضوع ونناقش موضوع قصة صعود رقاصة في شهر رمضان! يعني بصراحة يعني إيه التحفة الفنية وإيه الحاجات الحلوة دي بصراحة، يعني مسلسل إيش إيش برضه يعني هو مش مسلسل هو خلطبيطة كده فاهمني، هو شوية أحداث كده هندية، شوية مش عارف إيه، وبصراحة يعني الرقابة برضه يعني الرقابة السنة دي في مسلسلات رمضان عليها علامة استفهام كبيرة، في حاجات كتير إزاي بتدخل البيوت، بتدخل البيوت في شهر رمضان، يعني ما يصحّش الحاجات دي، يعني أنا هاستفاد إيه من الموضوع أشوف قصة حياة رقاصة أو قصة صعود رقاصة، فحاجات لا تعنيني بشيء، والمسلسلين ده هتضطر تدّيهم وقت وإن أنت تتفرّج عليهم، فأنت يا باشا كده بتضيّع وقتك بصراحة، المسلسلين يعني ما فيش حاجة فيهم، يعني غير شوية حاجات مشاهد باسم سمرة وشكرًا على كده، بصراحة يعني لحد دلوقتي أنا ما شايفش أي حاجة تدعو للتفاؤل إن أنا أتفرّج على المسلسلين ده، وبس يالّا ما تنسوش تعملوا لي follow يالّا سلام.